واش عمرك سولتي راسك علاش دول عظمى بحال أمريكا وإسرائيل كتستعن بالمغرب في المخابرات؟ ولكن السؤال الأخطر هو واش المغرب كيستعان غير بالعلم والتخطيط ولا كاينه شي طاقة خفية ورا هادشي كامل؟ قبل ما تجاوب خليك معايا حتى الأخير حيت غادي تسمع حقائق يمكن أول مرة تسمعها. المخابرات المغربية موضوع فيه الغموض بزاف والإعلام نادراً كيهضر عليه بالتفصيل. كاينين اللي كيشوفوها من الأقوى في العالم وكاينين اللي كيقولوا غير تهويل، ولكن بين هاد الجوج كاين واحد السؤال كيبقى كيدور: علاش بالضبط المغرب؟ واش غير صدفة ولا كاين شي أسرار كبيرة مخبية؟ باش نفهموا الحاضر خاصنا نرجعوا للتاريخ. المغرب دولة عندها قرون ديال التجربة في التوازنات والصراعات. هاد الشي خلى عنده واحد العقلية خاصة في التعامل مع الأزمات. من بعد الاستقلال الدولة ركزت بزاف على الأمن وبنات أجهزة استخبارات قوية ولكن بهدوء وبلا ضجيج إعلامي. كاين واحد السر مهم بزاف: المغرب ما كيعتمدش غير على التكنولوجيا ولكن بزاف على العنصر البشري، يعني ناس داخل الشبكات، علاقات قوية، ثقة وتخطيط. هادشي كيخلي المعلومات توصل بسرعة وبدقة كبيرة. ولكن دابا خليك معايا في هاد الفكرة. كاينين ناس كيقولوا مستحيل هادشي كامل يكون غير بالمجهود البشري. كيقولوا واش ممكن يكون المغرب عنده شي طرق سرية، شي حاجة خفية اللي كتعطيه الأفضلية، خصوصاً إلا عرفنا أن بزاف ديال العمليات كتكون ناجحة بطريقة دقيقة وغريبة في بعض الأحيان. ولكن واش هادشي حقيقي ولا غير خيال الناس بسبب الغموض؟ خليك معايا حيث الجواب غادي يكون واضح من بعد. المغرب كاين في واحد النقطة المهمة بين أوروبا، إفريقيا والشرق الأوسط. في وقت اللي بزاف ديال الدول فيها الفوضى، المغرب بقى مستقر نسبياً. المغرب ساهم في إحباط بزاف ديال العمليات خصوصاً في أوروبا. عنده علاقات قوية ومتوازنة مع بزاف ديال الدول. الحقيقة خاصها تكون واضحة، ما كاين حتى تصنيف رسمي كيقول أن المغرب هو الأول في العالم، ولكن عنده ميزات خاصة: السرية، الفعالية، الخدمة الميدانية، وهذا هو اللي كيعطيه القيمة. دابا نرجعوا للسؤال اللي خليناه معلق: واش فعلا كاينه شي طاقة خفية؟ الجواب الأقرب للواقع لا، ولكن السبب اللي كيخلي الناس تفكر هكا هو السرية الكبيرة، قلة المعلومات، والنجاحات المتكررة. هاد الشي كيخلق واحد الغموض والناس كتبدا تربط الأمور بحوايج خيالية. الحقيقة هي ماشي طاقة خفية، بل خدمة خفية واحترافية عالية. ولكن رغم هذا التفسير كيبقى السؤال مفتوح: واش فعلا عارفين كل شيء ولا كاين شي تفاصيل أخرى مازال ما خرجاتش للعلن؟ دابا انت شنو رأيك؟ واش كتشوف أن الموضوع فيه غير احترافية وخدمة ولا ممكن فعلا كاين شي أسرار أكبر من هاد الشيء؟ خلي لي التعليق ديالك، يمكن الرأي ديالك يفتح باب جديد للنقاش. ما تنساش دير لايك واشتراك في القناة باش تبقى توصل بكل جديد في مواضيع السياسة والجدل. تهلا في راسك ونشوفوك في فيديو جديد.